السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الصحفي رسيم من قناة رسيم سبور. مفاجئة من العيار الثقيل فجرها اليوتيوبر عمو هشام عبر قناة يوتيوب في العارضة، ما يقال حول إقالة جمال بلماضي أكاذيب غرضها تشويه سمعة بلماضي ليظهر على أنه لم يرد الذهاب لأجل الأموال. من قبل 3 أشهر أخبرتكم أنه في حالة رئاسة صادي للفاف سنخرج من الدور الأول في كان الكوديفوار، وسوف نسمع هتافات بلماضي ديجاج. أخبرت بلماضي عبر رسالة بأن يستقيل لأن كل ما يحدث له بعد إسقاط زطشي هو عملية ممنهجة، وأنه لن يمر من الدور الأول مهما كانت قوة المنتخب. بعد ضمان عدم حصول الجزائر على 6 نقاط في المقابلة الأولى والثانية بحرمانه من 4 أهداف كاملة وشرعية عبر ضربات جزاء وهدف بونجاح الذي تم إعادته بكاميرا غير مستقرة وليس بتقنية الفار، تم تقديم تشكيلة المقابلة الثالثة بالتفصيل إلى مدرب موريتانيا حتى يقوم بتحضير تشكيلة لم يتوقعها بالماضي. صادي أخبر بعض اللاعبين قبل آخر لقاء بأن الناخب الوطني لن يبقى حتى في حال التأهل. هناك عصابة كبيرة عبر الصحافة يريدون الاستفادة من عدة امتيازات لم يكن بمقدورهم أخذها زمن بالماضي، مثل السفريات المجانية ومبيت الفنادق، وكذلك أخذ عائلاتهم لتدريبات المنتخب في مركب سيدي موسى. الأشخاص الذين نادوا بالماضي ديجاج هم نفسهم الذين نادوا من قبل زطشي ديجاج، ولكم أن تتأكدوا عبر الفيديوهات، وكاتوا رفقة صحفيين متواطئين معروفين جدا. بالماضي لم يقل شيء، بينما صادي عبر تويتر قال اتفقنا بالتراضي، بينما بالماضي قال سنتحدث في الأمر عندما نعود. صادي أخبر بالماضي بالحرف الواحد لازم تستقيل جاتني من الفوق، فرد عليه بالماضي خليها كي نرجعوا للبلاد ونشوفوا مع هذول الفوق. جمال بالماضي لم يتكلم أبدا حول المال، وما زال لم يمضي على فسخ عقده لأنه تأكد من وجود عصابة وينتظر تسوية الأمر مع السلطات العليا للبلاد. محاولة تشويه سمعة بالماضي من قبل بعض الحصص الغير رياضية والغير أخلاقية. مشكلة التحكيم كانت من الجزائر، وهناك اتصالات مع مدربين أجانب قبل بداية الكان. المدرب الذي سيكون للمنتخب هو صديق للصحافة ولهم معه معرفة منذ سنوات. بالماضي كان يعلم بما سوف يحدث، ولكنه لم يصدق الأمر واعتبره مجرد مخاوف وغيرة على المنتخب الوطني. أغلب الشعب يريد بقاء بالماضي رغم النكسة، ولكن الإعلام يظهر العكس عمدا لتغليط الرأي العام وذنهاية نص البيان. حظ موفق للمنتخب الوطني الجزائري في باقي المنافسات، ونتمنى أن ينقلب السحر على الساحر. مع تحيات رسيم من قناة رسيم سبور 1 2 3. فيف لالجيري.